عليكم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل باترون اساسي. ايه هو الباترون الاساسي ده؟ هو الشكل الاولي لاي لبس بنلبسه. يعني انا دلوقتي النهارده عايزه اعمل مثلا الشكل ده، اللي هو ده كده في الشكل الاولي ده اسمه باترون اساسي او حاجه بيزك. حاجه بيزك بتهمني ان انا لما البسها تكون على قدي، تكون على قدي في حردة الرقبه الاماميه وحردة الرقبه الخلفيه، وميل الكتف يكون على قدي مش طويل ولا صغير، وميل الابط او دوران الابط عندي يبقى برضو على قدي مش كبير ولا صغير، وكمان عندي التجسيمات بتاعه الوسط والارداف والهنش، الوسط والصدر والارداف يبقوا على قدي لحد دوران الارداف. يعني عندي الباترون ده بيخدمني ان هو بيساعدني اتعلم ازاي اعمل الشكل الاولي بتاع اي لبس من عرض الظهر لحد دوران الارداف، اللي هو شكله ده اسمه باترون اساسي او اسمه باترون اساسي. تمام. هاجي هنا انا هشتغل هنا بشكل هندسي علشان اطلع الشكل ده يبقى مظبوط، فبالتالي بيبقى عندي المقاسات بتاعتي. لو جيت اعمل باترون اساسي اللي هو اساسا الشكل الاولي لاي موديل، باخد 7 مقاسات اللي هم عرض الظهر ودوران الصدر والوسط والارداف. يبقى دوران الصدر والوسط والارداف، عرض الظهر وطول الجنب وطول الوسط وطول الصدر. يبقى ال7 مقاسات دول لازم يبقوا معايا. طيب، وهنا في قانون بيقولك ازاي تجيبي طول الصدر، لان منطقة طول الصدر دي عندي منطقة متحركة. ممكن حد يبقى بيرفع منطقة الصدر عن مكانه، وممكن حد تاني يبقى بينزلها عن مكانه. فبالتالي طول الصدر عندي دي هي ليها قانون بيقولك لو البنت اللي قدامك مش ظابطة اللبس بتاعها وانت مضطرة تاخدي المقاسات، مش هتاخديها على مانيكان او من جدول مقاسات، بيقولك طلعي طول الصدر دوت من نصف طول الوسط زائد 3 سم. يعني ايه؟ يعني بيقولك هاتي طول الوسط ده، خدي ال6 مقاسات دول من على البنت اللي هم عرض الظهر ودوران الصدر ودوران الوسط ودوران الارداف وطول الوسط وطول الجنب، خديهم من على البنت طبيعي، بس ما عدا طول الصدر لو البنت مش ظابطه جسمها فما تاخديهوش. طيب امال هطلعه ازاي؟ بيقولك هنا طول الوسط اللي انت خدتيه من على البنت طلع 38. تمام. هتيجي تاخدي نصف طول الوسط، يعني 30 نصها 15 و4 يبقى 18 سم، اللي هما طول الوسط، نص طول الوسط زائد 3 سم، يعني 21. يبقى انا هنا عرفت ان طول الصدر عندي مسافته طوله 21 سم. تمام. يبقى انا كده عندي المقاسات كلها كامله. طول الصدر جبته من القانون والباقي خدته من على البنت مباشره، لانهم مفهومش مشكله ان انا اخدهم. تمام. هاجي هنا بقى ارسم الباترون الاساسي اللي انا كنت بتكلم عليه. اول حاجه هنا بيقولك في قانون عشان الباترون الاساسي ده بيبقى خطوط بالعرض وخطوط بالطول ومنحنيات. تمام. فالخطوط اللي بالعرض دي بنطلعها من المقاسات بتاعتي، والخطوط اللي بالطول بطلعها برضو من المقاسات بتاعتي، والدورانات او المنحنيات او الكيرفات بطلعها من القوانين بتاعتي. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ بيقول لي اول حاجه عشان ترسمي خط بالعرض هنا هتعملي ايه؟ هتجيبي دوران الارداف بتاع البنت اللي هو عندك ده، دوران الارداف ده اللي هو طلع عندك 100 سم، هتقسميه على الأربعة، لا على الاتنين، لإيجاد خط عرض الصدر، لإيجاد خط عرض الباترون. يعني خط عرض الباترون ده بتاعي، لإيجاد خط عرض الباترون هجيب دوران الأرداف وآخد نصه، هقسمه على الاتنين. طب أنا هنا عندي دوران الأرداف 100، هاخد نصهم هيبقوا كام؟ هيبقوا 50 سم. يبقى دي أول حاجة عندي. خط العرض عندي أهو، نقطة عند الزيرو ونقطة عند ال50 سم جت هنا. هجيب المسطرة بتاعتي وهشد خط بالعرض علشان يبقى ده اول خط عندي في الباترون الاساسي بتاعي اللي انا شغالة عليه، واسمه خط عرض الباترون. تمام. اللي هو نقطته من هنا لحد هنا. طيب وبعدين بيقول لي محتاجين خط طول علشان نقفل المستطيل اللي هنشتغل فيه. طيب خط الطول ده بجيبه من فين؟ بيقول لي خدي طول الوسط، خدي مسافة طول الوسط لإيجاد خط طول الباترون. بيقول لكم خدوا طول الوسط زائد طول الجنب هيديكي طول الباترون كله. طيب أنا هنا عندي طول الوسط 38 وطول الجنب 18، 38 و18 طلع معايا 56 سم. هجيب المزورة بتاعتي وهاخد ال56 سم على
الكراسة 56، ادي 50 وادي 6 هتبقى هنا، واحط نقطة، واجي هنا كمان واخد 56 سنتي بتوعي واحط نقطة هنا، وبالتالي هاخد اقفل الخطوط بتاعتي لان بقى عندي مستطيل، هقفل المستطيل بتاعي بالشكل ده. بقفل دلوقتي المستطيل بتاعي اللي هو خط العرض كان عندي بنصف دوران الارداف، وخط الطول كان بطول الوسط زائد طول الجنب اداني طول الباترون كله. عملت المستطيل ده، بعد كده هاجي عندي خط العرض كان 50، هاجي اقسم خط العرض ده في النص بالظبط، يعني هاجي عند 25 سنتي واحط نقطة 25 سنتي هنا، وهحط نقطة كمان تحت هنا علشان اجيب المسطرة بتاعتي واعمل خط بالطول بيقسم عندي المستطيل الكبير اللي هو بنصف دوران الارداف ده، بيقسمه عندي في النص بالظبط بالشكل ده. هكتب هنا في جزء فيهم الامام بالبنط العريض الامام، وهكتب في جزء فيهم الخلف عشان ابقى عارفه الامام وده الخلف. طيب وبعدين بعد كده هاجي علشان اعمل حردة الرقبة الخلفية، لان احنا هنا في مستطيل الخلف. هعمل ايه؟ بيقول لي هنا تعالي لايجاد حردة الرقبة الخلفية هاتي عرض الظهر بتاعك، خدي النص عرض الظهر على 3. طيب انا هنا عندي عرض الظهر كله 40 نصه 20 على 3 هيديني 6.5 سنتي. يبقى انا هاجي كده بالقانون اللي قال لي نص عرض الظهر على 3 اداني 6.5 سنتي واحط نقطة. بيقولك ان حردة الرقبة الخلفية بتنزل لها من 1 ل2 سنتي، انا هنزل 2 سنتي ادي مربع 2، هحط نقطة هنا. طب ليه؟ علشان احنا لو شغالين بمقاس كبير هنجيب مسطرة المنحنيات بتاعتنا وهنحطها كده ونبدأ نوصل. طيب دي للمقاسات الكبيرة، امال احنا هنحاول نرسمها بايدينا بالشكل ده. وهرسم حردة الرقبة الخلفية. بيقول لي تعالي بقى من نقطة البداية بتاعت الخلف دي اللي هي دي تاني، خدي نص عرض الظهر بس. هاجي هنا واخد نص عرض الظهر. عرض الظهر عندي كله كان من هنا من النقطة دي، عرض الظهر كله كان عندي 40، لو خدت نصه هيبقى 20 سنتي، وهاجي عند نقطة 20 واحط نقطة. وبعد كده بيقول لي خلي النقطة دي دلوقتي ما بتعمليش بيها حاجة لحد ما نيجي من هنا من نقطة البداية على خط طول الباترون بتاعي، وخدي طول الوسط بالظبط. طول الوسط عندي في المقاسات طول الوسط 38، هاخد 38 سنتي واحط نقطة هنا، وهاجي هنا كمان وهاخد 38 سنتي واحط نقطة اللي هي المسافة بتاعة طول الوسط، وهشد خط بالعرض كده، والخط ده هيبقى اسمه خط الوسط. الخط ده هيبقى اسمه خط الوسط سواء كان في الامام او في الخلف، وده هيبقى اسمه خط الارداف، بس خلينا دلوقتي نسيب ده ونخلينا في خط الوسط، ده اسمه خط الوسط. طيب بيقول لي بقى لايجاد خط الصدر، لان احنا هنجيب الخطوط العرضيه دلوقتي. بيقول لي لايجاد خط الصدر اقسمي مسافه طول الوسط دي، مش اتفقنا ان دي طول الوسط 38؟ بيقول لي هاتي نصها زائد 3 سم اللي هم طلعوا معايا 21. هاجي هنا واحط 21 سم واحط نقطه، وهاجي هنا عند 21 سم واحط نقطه، وهرسم خط بالعرض. الخط ده هيبقى اسمه خط الصدر. يبقى انا هنا عندي خط الصدر وخط عرض الباترون اللي هو خط الظهر اللي هو بتاع الكتف والرقبات.
وعندي هنا خط الصدر خط الوسط. وبيقول لي لو انت مش عامله الخط ده من الاول، تعالي خدي من تحت من عند خط الوسط ده على خط طول الباترون برضو، تعالي من النقطه دي وانزلي مسافه طول الجنب بالطول اللي هي عندي طول الجنب دي 18 اهي 18 سنتي، وهنزل 18 سنتي واحط نقطه اهم طلعوا بالظبط. هحط عند نقطة ال18 واشد خط بالعرض، وده هيبقى اسمه خط الارداف. اذا انا جبت خط الصدر وخط الوسط وخط الارداف، دي الخطوط العرضية. طب وبعدين بيقول لي بعد كده تعالي شايفة النقطة اللي انتي رسمتيها بنص عرض الظهر، انزلي بيها عمودي على خط الصدر. هنزل كده عمودي على خط الصدر بالشكل ده. تمام. وبعدين انزلي منها 3 سنتي، هنزل منها 3 سنتي وابدا اوصل النقطه اللي انا نزلت بيها على خط الباط، ده هيبقى اسمه خط الباط. هوصل النقطه دي بنقطه الرقبه اللي هو خط ميل الكتف، يبقى الخط ده هيبقى اسمه خط ميل الكتف. طيب وبعدين بيقول لي تعالي قيسي اللي فاضل ده اللي هو العمود اللي فضل ده عندك واقسميه على التلاتة. هقيسه كده بالمزورة بتاعتي، طلع عندي 19. 19 على التلاتة هتديني 6 وربع 6 ونص كده. فهاخد ال6 وربع او ال6 ونص بتوعي، يخلي معاكم آلة علشان تطلعوا الناتج بالظبط. يلا نكمل، معلش انا هنكمل. طب تمام. خدت النقطة اللي عند ال6 ونص دي وبدأت اسيبها برضو علشان لسه الصدر نقطة الباط مرتبطة عندي بخط الصدر. بعد كده هاجي عند الخطوط العرضية بتاعتي وهقسم اي مقاس فيهم على 4. يعني هجيب الصدر دوران الصدر عند خط الصدر واقسمه على 4. بيقول لي 90 على 4 اداني 22 سنتي ونص. هاجي بالمزورة واقسم واحط عند ال 22 سنتي ونص نقطة. تمام. هاجي عند منطقة الوسط، خلاص انا النقطة دي حددت لي ان انا هنا هشتغل بكيرف بالشكل ده. وهبدأ ادمج الخطوط بتاعتي كلها بالشكل ده. تمام. هاجي بقى عند الوسط، بيقول لي دوران الوسط عندي اهو 80 على 4 فيها ال20. هاجي هنا عند خط الوسط واخد ال20 سنتي بتوعي واحط نقطة. انا باخد المقاسات من هنا من خط نصف الخلف اللي هو ده الخلف، يبقى ده خط نصف الخلف. تمام. هاجي حطيت نقطة. بعد كده هاجي هنا عند الارداف وهاخد دوران الارداف عندي طلع 100 على 4 فيها 25. هاجي هنا عند ال25 سنتي اهي، وهبدأ اوصل عندي الصدر بالوسط والوسط بالارداف عشان يبقى عندي الشكل ده. يبقى هو ده اللي بيخدمني فيه الباترون الاساسي، اني بعمل بيه زي ما انتوا شايفين حردة رقبة امامية خلفية مظبوطة، ميل كتف مظبوط، ابط مظبوطة، وتجسيم مظبوط. وده اللي انا كنت بقول عليه ان هو بيشتغل على ان هو يظبط لك الحاجة اللي هتلبسيها على قد جسمك. لسه ما دخلناش اي موديل، فده لازم نعمله على طول قبل ما نبدأ الموديل بتاعنا، وبعد كده نبدأ ندخل عليه موديلات. تمام. هاجي بقى اشتغل في الامان. بيقول لي هنا لو هنا دخلنا القانون اللي بيقولك نصف عرض الظهر على التلاتة اللي هو طلع معايا 6.5 سنتي، هدخلهم كمان من هنا في الامان 6.5 سنتي. بيقولك بس حردة الرقبة الامامية بتبقى اعمق من حردة الرقبة الخلفية، فهناخد نفس الناتج اللي كان هنا اللي هو 6.5 وهضيف عليه 1 عشان احطهم هنا 1 سنتي، يبقى 6.5 و1 هيبقوا 7.5 سنتي. حطيت النقطة دي والنقطة دي ابدأي ادمجيهم بمسطرة المنحنيات اللي هي دي. بس انا هنا عشان شغالة على مصغر فمش هتجيب معايا، فهبدأ ارسمها بايدي.
تمام. بعد كده بيقول لي خدي نقطة نص عرض الظهر تاني، بس بداية من النقطة دي. عرض الظهر كان 40، نصه 20 سنتي. هاخد هنا من بداية النقطة دي 20 سنتي، هحطهم هنا وانزل عمودي على خط الصدر، عمودي على خط الصدر بالشكل ده. واللي انا بعمله ده لازم يتحفظ علشان هنعمله مع كل اللبس اللي هنبدأ نلبسه. يعني اي حاجة احنا هنعملها هنرسم لها باترون اساسي الاول بمختلف المقاسات. طبعا المقاسات عندك هتختلف لان انت بتشتغلي من شخص للتاني، فمقاساتهم بتختلف. المقاسات هتختلف اللي هي الارقام دي، انما المقاسات دي ثابته، انما الارقام عندك بتختلف. فبناء على الارقام دي المساحات دي نفسها بتختلف، بس القوانين او الباترون ثابت، بس طبعا بيكبر او بيصغر على قد المقاسات اللي انت واخداها من على البنت او الزبون او العميل اللي جايلك. بعد كده هنزل تاني ال3 سم بتوعي اللي هم دول اهم، وهوصل نقطة نزول ال3 سم على خط الباط بالرقبة بتاعتي عشان تعمل خط مايل، والخط ده هيبقى خط ميل الكتف. طيب وهقيس المسافة دي وهاخد التلت بتاعها اللي هو هيبقى طلعت عندي 19، هاخد التلت بتاعها اللي هو كان 6.5 سنتي اللي هي زي دي بالظبط. تمام. وهحط النقطة بتاعتي في المكان الناتج اللي اتقال عليه. يعني انا قسمت على 3، خدت التلت من تحت، يعني انا حطيت الزيرو هنا وطلعت لفوق 6.5 سنتي علشان كده احط النقطة هنا، خدت التلت اللي من تحت. طب وبعدين بيقولك في الامام بندخل لجوه 1 سنتي اهو، ندخل لجوه كده 1 سنتي. طيب وبعدين بعد ما دخلنا 1 سنتي بيقولك وصلي نقطة ميل الكتف بنقطة ال1 سنتي دي، يعني وصلي دي بدي، هيعمل معاكي خط مايل بالشكل ده. طيب وبعدين بيقولك تعالي عند خط الصدر والوسط والارداف اقسميهم على 4 وحطي نقاطك علشان نعمل التجسيم وعشان نكمل الباط، لان الباط مرتبط عندك بخط الصدر. طيب هنيجي هنا عند الصدر كان 90، هناخد 22 سنتي ونص اللي هما الربع. قسمنا 90 على 4 ادتني 22 سنتي ونص وحطيتهم هنا. هاجي اوصل النقطة دي بنقطة الصدر بخط مايل بالشكل ده، او مسطرة المنحنيات بتاعتنا اللي هي دلوقتي مش هينفع استخدمها عشان انا شغالة على مصغر، يعني حاجة صغيرة ميني كده صغيرة، دي للحاجات الكبيرة او للمقاسات البني ادمين الطبيعيين. عشان اعمل خط الميل ده يبقى كلها باط واحدة. طيب وبعدين هاجي هنا عند خط الوسط، الوسط عندي دوران الوسط مش طوله، فرقوا دوران الوسط عندي 80 يبقى النص 20، الربع 20. هاخد النقطة واحطها كده، وهنا كمان هاجي عند الارداف واخد الارداف عندي 100، هاخد الربع 25 سنتي اهم، واحط نقطة هنا. النقطة دي هتبقى مشتركة ما بين الخلف والامام، واروح موصلة بالشكل ده الصدر بالوسط والوسط بالارداف كده. علشان يبقى هو ده الشكل النهائي بتاعي. انا كده طلعت الامام وطلعت الخلف مظبوطين، حردة رقبة امامية وخلفية مظبوطة على قد البنت اللي انا شغالة بمقاساتها، ميل كتفين مظبوطين، والقبتين عندي مظبوطين، والتجسيم لحد الارداف مظبوطين. من بعد كده نبدأ على الشكل ده ندخل موديلات جديدة، بس هنا انا هقف. وطبعا احنا بنقص الشكل ده لوحده وبنقص الشكل ده لوحده علشان يبقى هنا عندي ربع للامام وربع للخلف. لما احطه على قماش متني هيبقى عندي جزئين للخلف وجزئين للامام، فهيتفتحوا فيطلعوا لي 4 اجزاء. ال4 اجزاء دول هم الجسم كله، عشان كده احنا شغالين على ربع للامام وربع للخلف. طيب ليه شغالين ربع وربع؟ لان ربنا عز وجل خلق لنا الامام غير الخلف. الامام فيه بروز صدر وفي في بروز صدر وبروز للبطن، انما وطبعا عرض الظهر بيختلف هنا، انما
الخلف ما فيهوش المنحنيات الكتير بتاعه الامام. بس هو ده الشكل بتاعي اللي اتمنى ان انتوا تحفظوه زي اسمكم بالظبط، علشان من بعد كده نبدا نضيف. يعني لو ده حولناه لشميز بمرد، نبدا نضيف المرد بتاعنا ونطوله شويه. طيب لو حولناه لبلوزه، نخليها مثلا اطول شويه ونعمل لها الاكمام بتاعتها. ولسه طبعا هعمل لكم فيديو للباترون الاساسي بتاع الكم، والباترون الاساسي بتاع الجيبه، والباترون الاساسي بتاع البنطلون، وكل انواع الباترونات الاساسيه، عشان من بعدها نبدا ندخل موديلات وتعرفوا ازاي تبداوا في مرحله التفصيل واحده واحده كده. وربنا يعينكم ويعيننا. وهقول لكم دلوقتي مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.